أمل لمرضى فشل الكبد. كبد خنزير ينجح في تصفية الدم خارج جسم رجل ميت دماغياً. أعلنت جامعة بنسلفانيا عن تجربة جديدة ربط خلالها جراحون كبد خنزير بجسم بشري ميت دماغياً، وشاهدوه وهو ينجح في تصفية الدم. وهي خطوة مهمة نحو تجربة هذه التقنية في النهاية على المرضى الذين يعانون من فشل الكبد. في هذه الحالة تم استخدام كبد الخنزير خارج الجسم المتبرع له وليس داخله، وهي طريقة لإنشاء جسر لدعم الكبد الفاشل من خلال القيام بعمل تنظيف الدم للعضو خارجياً تماماً، مثل غسيل الكلى في حالة الفشل الكلوي. وتم تعديل كبد الخنزير وراثياً بواسطة شركة التكنولوجيا الحيوية جينيسيس بجهاز صنعته شركة الأجهزة الطبية أورجان أوكس. وخلال التجربة تم تصفية الدم من خلال جهاز كبد الخنزير لمدة 72 ساعة. وأكد فريق بنسلفانيا أن جثة المتبرع له ظلت مستقرة ولم تظهر على كبد الخنزير أي علامات تلف.